شهدائنا الأبرار. كنا جميعا إلى أرواح شهيدات الحرية، وعلى رأسهن شهيدة الياسمين رفيقة الدرب الشهيدة هيفرين خلف، ولكل النساء السوريات المناضلات المقاومات. تقرير أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني لمجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل. ينعقد المؤتمر الثاني لمجلس المرأة تحت شعار بإرادة المرأة الحرة المنظمة نبني سوريا المستقبل، كما هو مقرر وفق النظام الداخلي لمجلس المرأة. يتم عقد المؤتمر كل سنتين مرة. بتاريخ 25/7/2022 تم عقد اجتماع لمجلس المرأة العام بالرقة، ومن مخرجات الاجتماع هو تشكيل لجنة تحضيرية عامة لتحضيرات المؤتمر. وعلى هذا الأساس تم تحديد أول اجتماع للجنة التحضيرية في المركز العام بتاريخ 8/8/2022، حيث تم تشكيل لجان تحضيرية بكل منطقة، وتم العمل لعقد اجتماعات موسعة لمجلس المرأة في المقاطعات والأقاليم قبل عقد المؤتمر. بتاريخ 16/8/2022 تم عقد الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية، وتم خلاله وضع آلية عقد الاجتماعات الموسعة وتشكيل لجان من أجل إعادة صياغة النظام الداخلي وكتابة التوجيهات السياسية وكتابة التقرير السنوي. وتم إعطاء توجيهات من أجل تشكيل لجان تحضيرية في المقاطعات والأقاليم من أجل عقد الاجتماعات الموسعة. بتاريخ 20/8/2022 عقدت اللجنة التحضيرية اجتماعها الثالث، وتم من خلاله تحديد برنامج الاجتماعات الموسعة والتصديق على الشعار. وصلت اللجان التحضيرية أعمالها لمدة شهر في كل من مجالس المرأة في المقاطعات والأقاليم، وتم عقد 11 اجتماعاً موسعاً في القامشلي والحسكة والمنطقة الوسطى والطبقة ودير الزور ومنبج والفرات والرقة وحلب والشهبة وعفرين وإدلب، وأغلبها عقد في الشهر التاسع.